على بركة الله متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لتغطية يعني ما بقول لكم شنو هي، جدوم خلكم تتابعوا الفيديو للنهاية عشان تشوفون شنو التغطية. كالعادة كينج الأسفار كينج الخطوط، هالمرة بمعية وحسن اللي شرف طال مدمن تلفون، ترى مدمن تلفون، محرك التلفون مدمن تلفون ومدمن سوشيال ميديا. انا اللي انزل في كل مكان بالسوشيال ميديا مو كذي. هذه شوفوا ابو حسن اللي يصرح واللي ينتقد واللي يتكلم واللي يغرد، هذه هو. شوفوا ترى حبيب هو، بس الله يبعدنا عن ذاك ب5 ملغوم. ايه يد كل شيء يقود الاكل. ها صدق عقبها بكم يوم رحت باكل ملغوم بس ما حصلت بارك. يبغى اصور لك بس ما حصلت بارك فكنسلت المشروع. قلت لك روح سراج حرق حبيبي. ها المره نبي نصور لك. متوكلين على الله الى المملكه العربيه السعوديه. عاش المله اسواج وحركات. ها شيايك اليوم جاي رايحين العمره عبالك. وعدنا العمره اذا يوم الثلاثاء وبالاثنين. اي لا يعني ما في صيام حتى. الاعمار رفعت امس. يعني الامور طيب اليوم. ها زين ايش لك كثر اسئله تسال انت؟ عشان يعني من الفضاوه والله؟ لا والله انت تحب تسال في الحياه والله. نحب نسال عشان نتعلم. اي حلو التعلم، بس انا يعني في القهقله ذي في الحر مو بمال اسئله. يلا زين اهم شيء اوضح لك كل شيء هو. لا واضح بس خلاص. دام عندنا الابلكيشن من بدايه السنه يعني صح؟ بدايه السنه ما يبونك توقف عندهم حق بيوم. يبونك حق تسوي اونلاين يسهلون لك الامور يا ابو بدر. اي بس حق امثالك اللي يبون الخطوط يوم وتارك حد الخط سهالات يسهلون لكم انتم الامور. لا صح، لان الشخطه حق زاد السلطان تكون امورك طيبه. اي زاد. ايه على الله توكلنا. اديت له هناك بتوكل الحين. شفت اللهف ابو حسن؟ اقول لك انه صغيريه. الله حفظنا والله. والله ما يسوى علينا. لا راضينا في مدينات. احنا ناكل عيش. تاركن عقب العيش ابو حسن. تاركن. هو اللي يسوق كيف ما تسوق. لا تبي فيك الخير احدى تصويره. ابي عشان الناس كلهم يعرفون انك ايش قاعد انت كلها بالتليفون، ولا تهرب بالرحله ولا تهرب بالشيء. في الملعب بتسوي هاللون؟ مو بقاعد وياك طالع ميسي بتليفونك. شيخ اللاعبين. زين شيل يا طويل العمر شيل التليفون من يدك. لا ما اقدر اشيل. ما تقدر. صعب عليك. طبعا واحدك وقرب تليفونه. لا وهي على شرط فيورنتينا اللي لابسه. شفتها بنفسج عشق اصلي اصلي. اخ للابد ذي هذه. يا اخي لاعبين حبيتهم داخل الفريق. روي كوستا وباتستون. الله عليك ذويق يا اخي ذويق. اليوم شعارهم 7 اب السبونسر مالهم. روي كوستا لان العب وياكم والله كنت تحبه يوم ويانا. لا روي كوستا لاعب هادي يا اخي في الملعب، فنان يعرف يصنع ويعرف يمشي الوسط صح. وباتستوتا حدث ولا حرج. تعرف شنو منصبه حاليا روي كوستا؟ رئيس نادي بنفيكا. الله عليك. الله عليك. يعني قلنا احنا مو بذاك الزود. لا كنت شو مو بذاك الزود. ليش سؤالك انا لو بس ترى رئيس ناجح حسب ما يعني ما تشوف. واضح. متفوق حاليا على بورتو، متفوق على سبورتنج لشبونه. يا اخي الانديه البرتغاليه والبرتغال والنادي يا اخي. شفت اخر تصريح له يوم عن دي ماريا هالموسم؟ ذكرني. يعني دي ماريا تعرف انه رجع حق نادي اللي انطلق منه في اوروبا. روي كوستا يقول دي ماريا يوم بغى يرجع ما كان يناقش الامور الماليه ولا الماديه، قال بس اهم شيء انا وارجع. الوفاء في اللاعبين الارجنتينيين لا يقارن بثمن. غير البرازيليين يرجع حق مسقط راسه في البرازيل. ولكن الارجنتينيين يرجع حق النادي اللي انطلقت منه نجوميته في اوروبا، بعدين يرجع حق مسقط راسه. فالوفاء في الارجنتين عمله لا تعوض، لا يقارن، مستحيل. بالعافيه يا شباب. شلون الغدا كان؟ كوفي تايم. شوفوا ما اقدر. يهد بس اذا
يكرش. لا لا عليك بالعافيه، استمتع يا ابو حسن. اهم شيء انت مستانس، استمتع اهم شيء. رجل طيب يا اخي نعمه. بس حبيبي عساك دوم في نعم وطيب. السلام الى احساء لحضور تغطيه مباراة العدالة والعين. قولوا لي كتبوا لي تعرفون العدالة تنتمي حق اي منطقة او العين تبع اي منطقة؟ تعرفوا حسن؟ العين؟ اي والله العين السعودي طبعا. نتكلم عن العين. هي تبع الجنوب. ها؟ اعتقد صوب الجنوب. وين يعني الجنوب؟ الجنوب صوب ابها. اي طايف ذوك الصوب اتوقع. الباحة شلون؟ الباحة صوب ابها. ها؟ صوب ابها. من الباحة هو اعتقد من العام السنة اللي قبلها كان في الدوري موجود العين. اي في الممتاز كان. بس ما كانت قوية. نفس الشيء العدالة كان موجود بعد. بس العدالة بعد كل سنة يعني يكون من خلينا نقول من التوب 6. العين لا، العين سنة فوق. اي سنة كلها في الحضيض للأسف. من الباحة طال عمرك. الباحة. زين العدالة مال وين؟ مال حسن. يا سلام يا زعم انت مشيدين. انا رايح على ملعبهم من جد. يا سلام عليك يا ابو. والله معلومة جديدة ترى اعطاكم مبادر. ها تشبه الملعب اللي بنروحه. عبد الله بن جلوي. زين بقول لك، تعرف كم ترتيب عدالة حاليا في دوري يالو؟ الدوري الثاني. ثاني. من الاول؟ الاول غادسية. الله عليك. انا غادس. العين خامس. لا وين؟ ثالث من الاخير. ثالث من الاخير. زين تعرف كم مباراة العين ما فاز حتى الان ورا بعض؟ لا. تعرف كم مباراة العين ما فاز؟ 7 يمكن. يا شلون محضر المباراة انت من وراي؟ لا بس تتابع دوري يلو احنا على خفيف. صح كلامك، 7 مباريات بدون فوز. زين العدالة كم مباراة ما فاز؟ ورا بعض 7. اي 3 زيد شوي. 4. اي 4 مباريات بدون فوز. حلو. يلا ان شاء الله تكون مباراة حلوة في عز الظهر او العصر. وصلنا الملعب. كم طوفة الحين من وقت المباراة؟ 25 دقيقة. حلوين في جمهور. الله مباراة لأنها صايرة بشكل بدري، ف لازم تشوفون اللي بيجي متأخر. اللي تتذكرون شيلة الرائد اللي غنوها الموسم قبل اللي فات لما كان الأهلي موجود في دوري روشن قبل ما يهبط؟ جمهور الرائد كان يشوف انه يعني الاهلي بيهبط، فعلا هبط في نفس الموسم. كانوا يقولون لهم البس نظاره ودنيا دواره. ليش؟ لانه تلعب المباريات في ذي الاجواء العصريه، الشمس لوين، فمن شي قالوا لهم البس نظاره الدنيا دواره. كنا الاهلي لعب اكيد في الحمحمه وفي الشمس موسم واحد ورجع مره ثانيه دوري روشن مكانه الطبيعي. بس احنا اليوم جايين عشان نلبس النظاره. الدنيا مو دواره لان احنا اوكي، احنا نغطي كل شيء. اوكي امورنا لابسين نظاره. ها قول، عطني معلومه على حسب ما صرح رئيس رابطه النادي الاهلي. يقول لك عقب ما تاكد نزول الاهلي للدوري يلو 10 من عشاق النادي الاهلي توفوا. الله يرحمهم. صح صح. العشق الاهلاوي ما في مثيل. الله يرحمهم. وان شاء الله دائما نشوف الاهلي موجود في مكانه الطبيعي. حلو وجود الاهلي في دوري روشن مع الكبار، حلو لانه واحد من الكبار طبعا. وانديه الحس عاده او الاحساء، انديه الحس لها بصماتها، واكبر بصمه الفتح. يعني الفتح ياب دوري نموذجي. نعم. زين يعني دوري جميل بقياده التو البرازيلي، ما حد ينسى ذي الموسم طبعا. ولا زال فريق عنيد لكبار دوري روشن يعني. حتى السنه مقاطعك الا بالخير مقدم موسم حلو ترى لحد الان. مواهب الحس ما تنتهي. مواهب الحس وانديه الحس لها بصماتها الجميله ويكفي اهلها وجمهورها الجميل يعني. وحكيهم الجميل يا ابو حسن لا تنسى. ما يحتاج. الكلام الحساوي غير. يشفي الروح. يشفي الروح.
سعادة المهندس مساك الله بالخير وحياك الله معانا. الله يحييك، والحقيقة شاكرين لكم عناء السفر وحضوركم المباراة اليوم، تستاهلون كل خير، شكرا جزيلا. فريق لحد الآن في طريقة للمباراة الخامسة بدون فوز. والله شيء محير، يعني يمكن الشوط الأول شفت الفرص 5 فرص تقريبا، العين بدأ يتكتل دفاعيا محافظة على التعادل، لكن طبعا احنا مو راضين حقيقة على المباريات الماضية، يمكن مباريتين منهم تحديدا غير المباريتين اللي تم فيهم طرد لاعبين مهمين جدا من بداية المباراة. نأمل ان احنا نرجع اليوم، لا زال عندنا وقت 20 دقيقة، وان شاء الله قادرين ان نسجل. كما لاحظت في ضغط كبير جدا، عدد الركنيات كثيرة جدا، لكن محتاجين هدف فقط. ذكرت ان العين قاعد يريد يحافظ على التعادل، العين اوريدي صار له 7 مباريات بدون فوز، يعني شنو يبي العين اصلا من ذي المباراه؟ صحيح، واحنا احنا المشاكل اللي واجهتنا هالشكل، الفرق اللي في المؤخره قاعده تتكتل قدامنا وما تعطينا فرصه ان احنا نلعب، ونجحوا كثيرا في هالمجال، لكن ان شاء الله يعني حتى التسديد من خارج المنطقه يمكن كرتين 3 خطره جدا توفق الحارس في ابعاد حارس العين، لكن انا عندي احساس بان احنا بنفوز. كونك الرئيس الذهبي، رايك في الاداره الجديده الحاليه اللي يعني تقود الفريق او تقود النادي للسنه الاولى، واللي حاليا لحد الان بعيدا عن النتائج المتعثره الفريق موجود في المركز الثاني لا زال، يعني عنده امال كبيره انه يرجع لدوري روشن. اول شيء زي ما قلت احنا لازلنا في المقدمه في المركز الثاني ثالث، الاداره جميله جدا، والرئيس النادي الاستاذ حسن خميس من الشباب اللي مؤهلين جدا لهالمنصب، الاعضاء مجلس اداره ايضا من الناس اللي عملوا معانا في النادي، فاعتقد النادي ان شاء الله يسير في الطريق الصحيح، جميع العابنا منافسه، جميع الالعاب بدون ادنى شك، واما الفريق الاول ان شاء الله كل العمل ان شاء الله على العوده الى دوري روشن مشيئه الله. الملعب شكله بيصير لكم ذي خلاص؟ لان الفتح طلع منه، الفتح عنده ملعب، يمكن ان شاء الله يبنون لنا ملعب ان شاء الله. في خطه في هاي الاتجاه يا رب، ننتظر المنشاه، لكن صعودنا انا متاكد بانه بيعجل بكل شيء من مصلحه العداله. شايف لحد الان بعد مرور مجموعه من الجولات العداله قادر انه يكون له حضور وعوده من جديد لدوري روجر، خصوصا ان احنا لا زلنا في البدايه والقادسيه قاعد يسير بشكل ممتاز. الدوري درجة أولى من أصعب الدوريات عندنا، يعني التقلبات كثيرة، في تقارب أيضا أتصور، مطبات كثيرة جدا تحصل الفرق، لكن يعود العدالة. تعودنا يعني وفقنا في الصعود مرتين خلال 4 سنوات، وأنا أعتقد أنه الثالثة ثابت إن شاء الله. توفيق حبيبي، شكرا جزيلا لحضوركم، وأنا سعيد بتواجدكم. تعال زين، تعال وين؟ ما يبون يفوزون. تعال لحظة، جابوا عليك هدف، سير طلعت. ايه يعني ليش ما عندك امل في الفريق؟ انت ما عندك ثقه؟ لا تضيع فرص، تضيع فرص في الاخير. العين يعني خلاص في اخر دقائق، كم دقيقه باقي 5 دقائق يا اخي. ما ودي اقولها بس اديك الحساوي نتفوريشه شكله. لا باقي ان شاء الله في 5 مباريات مو قاعد تفوز، وين؟ لا ان شاء الله في امان. قادسيه رايح عنك بعيد. لا ان شاء الله في امان. ان شاء الله في امان. الثالث رابع؟ لا ما بنروح في الثاني، ان شاء الله يتعادلون. بس مشيت خلاص عيال؟ لا خلاص بقى اكثر من 10 دقائق. لا بابا نلحق بعاد. انا مغلوبين اليوم ولا بعرفين تفوزون ولا شيء. نعرف نسوي شو نسوي في الحياه، شو نسوي في الحياه. ما تبي تفوز؟ قول لي انت 5 مباريات ما بعرف تفوز. الحين نفوز عند ربي. خاسر اليوم من العين ترتيبه يمكن كم 14 13 غالبك اليوم. والله شو نسوي؟ شنو هاي؟ هدف شوفه. لا والله ما هدف. مو هدف. زين ليش مو قاعد تطالع المباراه انت؟ خلاص طلعت طلعت عورت قلبي وماشي البيت. ماشي البيت. ايش في الفريق زين؟ ايش في الفريق؟ ما يعرف يلعب عاد. اللعب حق الهلال. هلالي شكلك. ايوه. بس في الدرجه في يلو تشجع العداله. العداله اكثر. العداله يفضل الهلال من تشجع؟ العداله. عداله. منها حسويه وانا حساوي. نعم فيك. لكن الحساوي اديك الحساوي نتفوريش اليوم. لا ما نتفوريشه. خسران من بقيله. العين عنده 11 نقطة وفايز عليك. ملعبك. بقيله. بعد. بقيله. يلا. وخلوك تمشي بدري. ماشي. هاي 5 مباراة. ما براضين يتعدلون، شو نسوي؟ العين تعرف كم ترتيب العين؟ ادري 15. بس شو نسوي؟ ومخصوم منه 3 نقاط وينافس على الهبوط وبعد غالبك في ملعبك. صغيرة ما ادري، ما في احترام من اللاعبين، ما في يعني ما في عدم توفيق الشوط الاول.
صغيره وكبيره مو قاعد تفوز على احد. لا ان شاء الله كمل السنه ومو فزت على احد. ان شاء الله بنرجع. خلينا نمشي. متى بترجع؟ ان شاء الله. خلوك تطلع بدري. والله وراي مشوار وراي مشوار. متى بيفوز العداله؟ متى بيفوز؟ قول لي. ان شاء الله ان شاء الله في السنه الجديده. ها السنه الجديده بيفوز ان شاء الله. كله خسران ومتعادل. يتأهل ان شاء الله يتأهل. وين تأهل؟ 2-1 بعيد. لا عاد 2-1 العين غالبك في ارضك. عاد 2-1 بنهزمهم. يتأهل ان شاء الله. ها؟ يتأهل. وين تأهل؟ وين تأهل؟ حنسوي يعني. ايه العين تعرف كم ترتيب العين؟ لا 15 وغالبك. الله ايه ما يفوز والله. والله ما يفوز. غالبك اليوم شلون ما يفوز؟ نجلدهم 2-1. 2-1 ايه في وقت؟ في اكثر من وقت يقدرون يسجلون. باقي دقيقة وخسارة جديدة. ليش؟ ها؟ ليش؟ ذلك الصحافة ما معصب؟ لا تعليق لا تعليق لا تعليق؟ لا تعليق. متى بيفوز الفريق؟ والله 5 مباريات مو قادر تفوز. تعب العين ترتيبه متأخر وفايز عليك وفي أرضك. تعبنا والله تعبنا. ما احنا شايفين غير المدرب ولا تغير شيء. غير المدرب ولا تغير شيء. نتنا الشتويش اللي بيغيرون في اللاعبين. يعني خلاص هزيمة تجيب الهزيمة، الفوز يجيب الفوز. الحين اللي شايف انا هزيمة تجيب الهزيمة. فنقول ان شاء الله الجاي احسن. ارسي قاعد يروح بعيد عنك. والله ابتعد. اكيد بيبتعد. واللي تحت جاوا بعد. اللي تحت جاوا 5 فرق تتنافس لك قدام. فاتوقع يعني اذا ننزل من هالمركز صعب نعود فيه. 5 مباريات بدون فوز. والله العظيم ما من الاداره من اللاعبين. يجيهم فرص يقعدون يحاولون من القال. شد داخل ربعك ينتظرونك. يقرشعون ورا عكس كله ورا والله. انا ما اشوف العداله اللي يلعب زي العام. وين العام الحين؟ والله العظيم ما عندهم لعب اللي نبيه. يغيرون الجمهور بس الجمهور حضري والله. يكفي الجمهور الحاضر. جاي من العصر من بدري جاي. لا والله انا جاي متاخر. جينا سبب صار عندنا ظروف جينا للشوط الثاني. بس لعب لي كذا. العين ترتيبه متاخر وبعد فايز عليك في ارض. غار يوغا. شوف احنا ثاني والله ما اندر عنهم. اذا دلعوهم يغارون واحد. شو اقول؟ ما اقدر اقول شيء. تلقبنا هنا نقاط. تصعب الامور عليك. اي والله. احنا ودنا كل فريق شرقاوي نبي يفوز والله ما نبي ينزل على المستوى. عشان نقول ما اقدر اتكلم. جينا الغابنا واسمح لي. قديش الحساوي نتفاريش اليوم. والله نتفاريش للصراحه. يعني اللاعبين الصراحه ما في كلش ما عندهم روح. ما عندهم والله لاعبين. يعني في الشوط الاولي والله ما سجل 3 أهداف. والله 3 أهداف صافي يعني. ولا في وهجمه واحده من الركنيه يجي فينا جول. يعني طول اللعب لنا وهجمه واحده منهم يجي فينا جول. يعني شو اللاعبين ذيلا؟ 5 مباريات ما تعرف شلون تفوز. ما ادري والله ما في خلاص. يعني انا اتوقع بصراحه بهاللعب ما يستاهلون والله يروحون لدوري روشن. ما يستاهلون والله. قادسية راح بعيد. ايه خلاص كل بوم بيعدونا. الحين بالاصل الخامس احنا يمكن او الرابع. خلاص انتهت القضيه والله. شكرا لكم والله. ايش منتظر؟ يعني عندك امل فيه تعادل والله؟ ان شاء الله. ها؟ تعادل مو زين. نقطة افضل من لا شيء. نقطة افضل من لا شيء. 5 مباريات ما تدل طريق الفوز. شو اللي صاير؟ والله المشكلة لغز محير يعني. ايه. يعني هذا الدرجة الأولى صعب جدا. ياك فريق 7 مباريات مو فايز واليوم يفوز عليك شكله. وهذا قلت لك مشكلة الدرجة الأولى صعب. يعني أنت لما تطلع فوق تطلع المراكز الأولى من الأول للسادس ما في فرق ترى. يعني ممكن أي تعطل بين الأول والثاني اللي في المركز الخامس ترى يوصل الثاني. والقادسية قاعد يبتعد. القادسية فايز. القادسية أنت تتكلم عن عناصر. هو شوف الدرجة الأولى عامة بشكل عام إذا ما عندك عناصر مستحيل. ما عندك عناصر أنت؟ لا كويسين. قبل ذي المباراة أنت الثاني.
ايوه بس كويسين لا باس، بس نقول لك العناصر القادسيه تفرق كثير الدوري. انت تتكلم عن كاري ونجم عالمي، لاعب منتخب ايضا البيرو، لاعب الهلال شو اسمه؟ فييتو. يعني عنده عناصر مهاجمه كويسين. تتكلم عن فريق ارامكو. ايوه، فان شاء الله في تحسن. يعني الخساره ممكن توديك في طريق اصعب. ممكن ممكن، ليش لا، لكن العداله يعني عودنا، عرفت، عودنا على نفس الرتم هذا. يكون في دروب، يعني هذا حال الكوره، لكن يرجع عرفت. وباذن الله ان العداله من الصاعدين. هذه شلون راحت ما فيها فاول بعد. ما يدري والله. شوف هي واقفه الحين للدوري، بيوقف الدوري صح لكاس اسيا ولا ما يوقف؟ لا باقي هذه تقريبا يلعبون جولتين اتوقع. بعد هم الدوري روشن هو اللي راح يوقف. والتوفيق ان شاء الله للجميع. لك حبيبي. اياك يا رب. لا والله فرحان. لا زنين بعد وتضحك. روح رياضيه والله كيف؟ والله ضيعوها اليوم. مو اليوم بس 5 مباريات انت تو غير مدرب وذا. وكل يوم خساره. والله شلون اليوم والله. انت ترتيب متاخر وياك وفوز عليك. انت الحين لازم تلحق فوق. الحين الثاني انت الحين. وانت الحق ما بيصير الثاني عقب المباراه. بينزل جبلين وبيروح فوق. ضيعوها والله اليوم كلش والله. كل شوي يخسرون. متى فوق. هلو هذا فريق عداله. هاي تعال. يلا فوق. يلا تعال. قلنا لك احنا نتعادل. انت البحرين. تعال. قلنا احنا يلا ودنا بالفوز، بس يوم جاي الهدف الحين التعادل. بركه تعادل. عادل الله يعطيك. احسن من الفوز ذا الهدف. احسن من الفوز. يعني هدف حيوان عطينا. لا معلش. يعني بس جاي تتعادل. والله فريق متاخر في الترتيب. شو نسوي؟ امشي تعادل. خلاك زعلان. لا وشال منك الطاقيه. نقطه خير بركه. نسويها اللقطه. يلا. مبروك التعادل. مبروك التعادل. الفوز مو التعادل. خلاص سوي. بس والله ما هو هذا اللعب. مفروض نفوز والله نفوز. بس شوي ارتاح. الجار الفار. والله ما في فايده. بعد الفار. نبي نفوز. بيلغونا. اصبر بيلغونا. صاقع الدفاع. بيلغونا. دفاع المسجله. صقع لعبنا في دفاع المسجل. شو خلينا نشوف الحكم شو يقول. خلينا نشوف الحكم. خليك وياي. ما يقدر يا رجال، لان الدفاع المهاجم قاعد في دفاعهم خشت جول، يعني من دفاعهم. جول. احسبوا من دفاعهم. الحمد لله على الاقل نقطه ولا خساره. يلا عاد نروحهم مدرب جديد. اقول على اللعب ماسك المباراه يطلع مهزوم حرام. انا فتره ما تفوز. انا عندي ضغط ارتفاع ضغطي قسم بالله. بسم الله عليك والله ارتفاع ضغطي. في ثاني شكله طالع. شوف في ثاني شوفه ان شاء الله يا ربي. يلا بيصفر خلاص بيصفر. كم حسب الضايع؟ ما هو 8 بس الظاهر. مشيتوا رحتوا الباركات ورجعتوا؟ لا والله ما رحت. انا قعدت ما تحركت من مكاني. انا ما يأس. شوف الثاني. ان شاء الله بيجي يا رب. ان شاء الله يجي الثاني. هذا شوفه. والله احنا نبغى فوز، بس يلا التعادل في هالظروف ذي الحين زين يكفي. هذا الهدف قاتل واحسن. الحمد لله رب العالمين. انا ترى طالع من العمل من الساعه 3 وانا اطلع 8 من العمل، بس طلعت بدري. العيون الديك. عشان والله عشان عيون الديك. والله ان شاء الله. الف مبروك ان شاء الله. صعب جدا صراحه والله صعب جدا. يعني انا فالت اعصابي ماني قادر. قلت ما بطلع بالله اخر دقيقه. الحمد لله التعادل زي الفوز. عندي هالوقت ذا زي الفوز في هالظروف هذه. الحمد لله رب العالمين. هاي تيشيرت من ذي؟ تيشيرت العدوله. قدك يعني تقدر تلبسه ذي؟ لا صغير ذي كانه. حق عمي حيدر كان يلعب في العدوله وعطوه. عمك حيدر كان يلعب في العدوله وهاي التيشيرت ماله؟ اي فئه كان يلعب اللي هالكبير التيشيرت؟ صغير؟ لا. وهاي علقونه. من يقدر يلبسه صغير ذي؟ حتى مو قدك انت. انا صغير عطوني اياه الحين قد اخويا. ليش تحب العداله انت؟
عشق من وانا صغير. كفو حساوي انت؟ ايه. والنعم فيك. مستانس بالتعادل اليوم؟ ايه. مرتاح احسن من الخساره؟ ايه. مبروك. الله يبارك فيك. كم لاعب تعرف من العداله؟ ما اعرف ولا واحد، بس تحب الفريق وتجي تشجع. زين غن حق العداله شيء. ما اعرف. ولا اغنيه تعرف؟ شو تعرف عيال؟ ما بس تعرف اسم العداله؟ ايه. تمام. استاذ حسن حياك الله معانا ومساك الله بالخير. الفريق يواصل التعثر، فريق العداله. حياكم الله. اول شيء شرفتونا في الاحساء، اخوان واهل من مملكه البحرين. حضوركم كان شرف ومفاجئ بصراحه، وله غريب عليكم. الله يسلمك. الفريق يسير في تعثر واضح خلال الفتره الماضيه من بعد خساره فريق الباطن، وبعدها سلسله من التعادلات. مر بظروف سواء من غياب بعض اللاعبين المؤثرين في بداية المباراة، طرد المدافع الأساس، عندنا طرد في أحد المباريات اللي قبل هالمباراة مع الجندل في أول دقيقتين، طرد كابتن الفريق. فذي تجعل تخلخلات في الفريق، مضطر الإدارة أنها تدرس إعادة تموضع الجهاز الفني وتغيير الجهاز الفني السابق بالحالي. الجهاز الفني الحالي ما صار له إلا 3 حصص تدريبية مع الفريق، فما زال يكتشف إمكانيات الفريق بشكل أفضل. كلنا أمل يعني الجماعة في الطاقم الفني، الطاقم الإداري، إشراف كرة القدم في نادي العدالة يعملون ليل ونهار في سبيل إرجاع الفريق إلى الروح الأولية اللي بدأ فيها مشوار الدوري له. العدالة طبعا أكيد الهدف الرئيسي لهذا الموسم هو العودة لدوري روشن، لأنه هو من فترة قصيرة كان موجود أساسا في دوري روشن. هل شايف الفريق إلى حد الآن قادر على العودة، خصوصا في ظل التغييرات اللي تفضلت فيها؟ أولا الفريق يملك عناصر من أفضل العناصر اللي مرت على نادي العدالة في السنوات الأخيرة اللي نافس فيها الفريق على الصعود. يعني احنا من 2019 وما قبل 2019 كانت لنا منافسات على الصعود لدوري روشن. تحقق في الدور في المرة الأولى في 2019. في 2020 21 20 22 كنا في منافسة حقيقية إلى أن رجعنا في 22 23. اليوم أي فريق يقابل العدالة يحسب له ألف حساب أن العدالة قاعد ينافس على الصعود. فعلا احنا الهدف الاستراتيجي الأول هو العودة إن شاء الله إلى مصاف دوري روشن. التغيير ما تشوفه، تغيير المدرب أتكلم، ما تشوفه كان يعني بشكل غريب، لأن الفريق اللي قبل هاي المباراة كان موجود في المركز الثاني، تم تغيير المدرب في يعني اللي يشوف تغيير المدرب يعتقد أن العدالة في ترتيب متأخر. لا، هو كان المقارنة فيما نطمح له في مقابل ما نملكه. يعني احنا كنا نطمح له أولا ليس فقط في المراكز الأول أو الثاني أو الثالث، نطمح أن نقدم العدالة مستوى يقدم نتائج يعني إيجابية كبيرة. لاحظنا في الفريق في تذبذب في المستوى، حتى المباريات الفوز أو مباريات التعادل ما هو المستوى اللي نطمح فيه بالعناصر الموجودة. فكان القرار النهائي لمجلس الإدارة والإدارة الفنية والإدارة التنفيذية في نادي العدالة أنها تشوف يعني نغير بشكل أسرع، نختصر الفترة الزمنية قبل نهاية الدور الأول وقبل الدخول في الدور الثاني. الدور الثاني دور حسابات. نعم. الهدف الأكبر بالنسبة لكم هالموسم هو فقط الصعود أو محاولة الفوز بدوري يلو؟ الهدف الأول الصعود، الهدف الثاني إن شاء الله التتويج بالدوري. توفيق. الله يوفقك. شكرا لكم. أهلا وسهلا حبيبي.